الله ينور يا يوسف. ونورك يا باشا. كويس انك جيت. عايز اتكلم معاك في موضوع المرتب ده يعني تاني. لسه بالك كمان وجاي تتكلم دلوقتي في موضوع المرتب؟ بصراحة يعني يا ريس المرتب اللي انا باخده دوت يا دوب بيكفيني غدا بس، ومعقولة برضه هو الانسان عايش عشان يتغدى بس؟ طب بص يا سيدي، انا هزود اليوم بتاعك 50 جنيه عشان تفطر وتتعشى وتشرب شاي كده، تمام؟ والله هو كلامك على راسي، بس يعني هو الانسان يعني عايش عشان ياكل ويشرب بس؟ أمال عايز إيه؟ ومش في صيف محتاجين له تيشيرت وبنطلون، وشتاء محتاجين له جاكيت. بص يا سيدي، انا هزود اليوم بتاعك كمان 100 جنيه عشان تاكل وتشرب وتلبس كده. حاجه تاني كده؟ والله كده عداك العيب يعني. بس مع احترام الكلام سعادتك يعني، هو الانسان عايش عشان ياكل ويشرب ويلبس؟ امال ايه؟ يعني في الصيف يصيف، في الشتاء شتي، الاقصر واسوان كده. صيف شتي؟ ده انا يا ابني ما بنروحهمش مع بعض. لا ده انت لازم تروح، ليه يعني؟ ده حلو لنفسية الشغل. بقول لك انت اخرك معايا ده. هو انا مش مكرس حياتي كلها لشغلك؟ هو انت اصلا مديني فرصه ان اشتغل في حته تانية؟ ده انا بروح بنام اصحى اجيلك وحياتي كلها معاك. ادي يا عم 100 جنيه كمان كنت صرفت تنبسط. اظن كده عملت معاك الصح. والله يا باشا كلامك ده فوق 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 راسي، بس مع احترامي يعني الكلام سعادتك، هو الانسان عايش عشان ياكل ويشرب ويلبس ويصيف بس؟ اظن عايز اجوزك. والله خدتها من على شفتي. طب انا بقى عندي فكره احسن من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا، ورق الكشك كله اهو. ادي مفاتيح الكشك اهي. اعتبر الكشك ده بتاعك، وانا بقى هشتغل عندك. اديني بقى نفس المرتب ده. اعتبره بتاعي؟ باشا انت مرفوض. ايه يا ابني، نزل لي اعلان بقى للمحل ده. خلاص بقى اللي في ايدك ده يوسف، ونص التلاجة عشان فاضي خالص. يوسف، ولا يوسف؟ ايوه يا باشا. ايه يا ابني؟ دخل سيب التلاجة فاضي، الحق رصها يلا. حاضر حاضر يا باشا حاضر.